أعزائي المستمعين المشاهدين الكرام، نستمع إلى قصيدة من فخامة الرئيس الأمريكي جورج بوش يلقيها نيابة عنه الشاعر محمد فناطل الحجاية. تفضل. يقول الرئيس بوش بعد ما سوى اللي سواه بأفغانستان والعراق وبالأمة العربية، يسولف المستشارين، قال هالأمة العربية مي فاهمة علي. قال لها أحد المستشارين، قال هذه الأمة أمة شعر، حكامها أمراها رعيانها كلهم يكتبوا الشعر. فوجه لهم قصيدة يا سيادة الرئيس. قال هذه بسيطة، فسوى قصيدة على لهجة البدو. شاعر هو، بلى هو شاعر وقوله فعل يعني. نعم. يقول الكيف طاب وأضحك الله سني، تديه طاب الكيف وانزاح وعداي، يباول هات من القزايز ودني، ويرامس في الدحضر لنا عازف الناي، وعازف ربابة من الخليج المغني، وقل العروبة كلها تتبع خطاي، وهاتوا لنا ويسكي وبيره وجني، وذ كندليزة رايس هات لنا جاي، أيود لا يكهاف أشرب وغني، وكل العرب تطرب وترقص على غناي، وإذا سأل بي بالولايات عني، أنا على الإرهاب حربي ومبداي، من شرق باكستان دقيت بني، وفي ديرة البشتة لنا اليوم كرزاي، أبقارنا في كابلي حو مني، يمنت مفلاهن بسيفي ويمناي، غصبا على الملة عمر يرتع عني، والطالبان قصيتهم عنه قصاي، وبراف دين بقارنا يسرح عني، وسيف العرب مسجون ما بيده الراي، صدام في سجني وارعه يوني، من عقب ما هو للعرب كان حماي، جبناه بالدولار ما هو تمني، خلوه ربعه بين بايع وشراي، وهذا جزل الأمرنا ما يصني، وحاول يحط ايده على النفط والماي، وقل للعرب اني مصمم واني برمج العالم على كيف مشهاي، مناهج التعليم ما يعجبني، فيها ارهاب ويدرسه كل قراي، وقل للعقيد انه اخباره لفني، عفيه عليه انه فهم كل مغزاي، بمعمر المحبوب ما خاب ظني، عقب الهدير اليوم اصبح له رغاي، وقل للاسد يمشي بعقله وتأني، ويتبع خطى معمر اذا وده رضاي، وابن العجم لا يحو جلت عني، واجب عليها اليوم يصغي لي يصغاي، والكوري المنحوس لا يحس بني، نسيت تهديده وصفعه مقفاي، فلا يغرهن عندي تأني، لا بد من غزوه ولو طال مسراي، انا ولد بوشد وليعرف اني كل الدول حطيت ان تحت ما طاي، كله لعينه من غلاها فتني، وعزيزنا شارون سيدي ومولاي، يا كندليزة حبها قد سكني، ولو نهاية حبها تقطع رشاي، طلاق من الحرمة أقوله وثني، من يكره إسرائيل هو أكبر أعداي، حبيبة إسرائيل هي جزء مني، ريحتها من شر جيش أبو عداي، وأنا زعيم الأرض والفن فني، يقول وافعل واضرب الخصم بحذاي. وطبعا شغلة الطلاق هو أخذها من أبو قبلان العجمي. ونعم والله قولوا فعل. السلام ورحمة الله.